مساء الفل، وازيكم عاملين ايه؟ حابب بس اوضح لما باجي انزل فيديوهات وكده، في ناس بتدخل في الكومنتس تحت وبتسيب اللينك بتاعها وبتقول لكم اللي حابب يسافر عندنا مركب طالعه ايطاليا، عندنا مركب طالعه اليونان، اللي حابب يسافر يتواصل معانا. محدش يا جماعه يتواصل مع الناس دي خالص، الكلام ده كله نصب. اللي بيدخل يقول لكم مثلا مش عارف انا فلان الفلاني لحل المشاكل، عندنا اثار، عندنا دولارات تاخدها بنص السعر، الكلام ده يا جماعه كله نصب. خلي بالكم يا جماعه بعد اذنكم، والتحذير ده مش بس على صفحتي انا بس، على اي صفحه تانية انتوا مشتركين فيها او بتدخلوا عليها بصفه دايمه. خلي بالكم من اللينكات، خلي بالكم من الناس اللي بتصطاد في الميه لايكرا. في ناس تليفوناتها صدقوني باظت لان اللينك كان عليه فيروس، وفي ناس دفعت فلوس واتضحك عليها. عايزين تسافروا شوفوا طريقه شرعيه تسافروا بيها، اتواصلوا مع السفاره وشوفوا الاجراءات والاوراق المطلوبه واعملوها، وان شاء الله هتسافروا. لو انت حلمك السفر، بس ان انت تطلع على مركب او واحد يستغلك وينصب عليك عشان انت بس محتاج ان انت تطلع من بلدك، صدقوني يا جماعه كل ده نصب. على العموم يا جماعه، الاكونت ده اللي انا بنزل منه الفيديوهات ده الاكونت بتاعي fadi.yunan، ما عنديش اي اكونت تاني. اللي عايز يبعت لي رساله يدخل يبعت لي رساله على الانستجرام، هيطلع لكم اللينك بتاع الانستجرام بتاعي. ادخل اكتب كل حاجه انت عايز تعرفها مره واحده، ما تدخلش مثلا ممكن اعمل دردشه معاك وبعد كده طب انت منين، اكتب كله مره واحده، عشان انا بدخل يومين 3 في الاسبوع ارد على الرسائل دي كلها. عشان ايه؟ ما نضيعش وقت، عشان برضو عندي شغلي الخاص وحياتي الخاصه. بلاش برضو موضوع ايه رايك في البلد الفلانيه، ده فلان الفلاني بيقول لي اللي بلد فاشله. انت جات لك الفرصه ان انت تسافر البلد دي ولا لا؟ اي بلد في العالم في ناس سافرت ربنا وفقها وفي ناس ما توفقتش، فانت ما تحطش او تبني دليلك على ناس ما توفقتش في البلد. انت يا باشا جات لك الفيزا، اطلع جرب شهر اللي هو شهر السياحه، تمام، وجرب هل هتنفع معاك البلد ولا لا، وسافر بطريقه شرعيه، ما تسافرش عن طريق البحر. عشان اللي بيدخل اي دوله عن طريق البحر وبيدخل بدون ورق او اثبات هويه بيتعامل اوحش معامله، لان هم مش عارفين البلد انت جاي تعمل ايه وغرضك ايه واساسا اسمك ايه وما عندكش هويه والكلام ده كله. فلما تسافر سافر بطريقه شرعيه. اي حد يجي يقول لك تعالى هسفرك والكلام ده كله، يا باشا عندك السفاره، اتصل اسال ايه الاوراق المطلوبه وكل حاجه وجرب حظك. احنا ما ينفعش نشتم اي بلد نعتبر نفسنا اجانب فيها، يعني ده مش ذنب البلد. انت لو البلد مش عاجباك خد شنطتك يا باشا وامشي روح البلد الجميله اللي انت شايفها مناسبه بالنسبه لك. البلاد دي مش بلادنا، احنا عايشين فيها وشغالين فيها، لازم نحترمها ونحترم قوانينها ونحترم كل حاجه فيها. اي بلد في الدنيا، يعني بص الحلم الامريكي اللي متصدر لنا اللي امريكا احسن بلد في العالم، برضو امريكا فيها سلبيات. كل بلد في العالم فيها ايجابيات وفيها سلبيات، تمام؟ احنا لازم نركز على الايجابيات اللي فيها عشان نعرف نعيش، اما السلبيات كل البلاد في العالم فيها سلبيات، كندا، استراليا، كل البلاد. يومكم جميل.